جدا زي ما بنختار بالظبط الكريم المرطب بتاع البشره. للبشره الدهنيه بيبقى الووتر بيز هو الاساس فيه، لكن بالنسبه للبشره الجافه والبشره العاديه بيبقى محتاج نسبه زيوت اعلى شويه. لو اخترتي هيلورونيك اسيد مش مناسب لبشرتك وانتي مثلا بشره دهنيه، ده هيسبب ان المسام هتتسد، فهيعمل بثور وهيعمل حبوب تحت الجلد وهيعملك مشاكل كتير جدا. خدي بالك وانتي بتختاري ان مش كل الهيلورونيك اسيد ينفع تختاريه او ينفع تستخدميه. الهيلورونيك اسيد كمان ما ينفعش نحطه على بشره انتي غسلاها ولسه منشفاها، لازم يكون البشره لسه عليها ميه او منديه شويه، لان الهيلورونيك اسيد بيعمل ترطيب، فبيسحب الترطيب من البشره ويخليها تحتفظ بيه في حاجز البشره. فلازم تكون بشرتك منديه ومش ناشفه. ولازم كمان بعد ما تحطي الهيلورونيك اسيد وتستني ينشف شويه تحطي فوقيه الكريم المرطب بتاعك، لانه بيشيل 1000 مره